الموضوع اكبر من مباراه من 3 بونت اساسي. احنا فعلا حسينا ان في مسؤوليه كبيره جدا على الاولاد وعلى الجهاز ان احنا نحاول نفرح الشعب المصري، والحمد لله الحمد لله قدرنا نعمل حاجه كبدايه كويسه. يعني نقول 50% تقريبا من نسبه التاهل يا سيف، لكن ان شاء الله في اصرار وفي شغل وان شاء الله مستمرين ان شاء الله كده. إيهاب، يعني كلمني شويه عن المعسكر. الحقيقه الجميع اللي راح اسكندريه اشاد بالمعسكر واشاد بالهدوء واشاد بعزل الفريق بشكل كبير جدا. الجزء التنظيمي اللي انت كنت عامله اكتر من رائع، بالدقيقه بيغادر الساعه 5 الا ربع، هنا 5 راجع 6 ونص، عشاء 8 اجتماع 8 ونص. يعني ده الحقيقه وجدت فيه مشكله في المعسكر ده؟ هو والله يا كابتن سيف، انا المعسكر ده زي اللي قبله زي اللي قبله زي اللي قبله، يمكن بس حصل بعض الكلام الكتير، وانا كلام بمنتهى الصراحه وهفتح قلبي معاك. يعني الموضوع ده برضه اثار ناس كتير جدا ويقول لك المعسكر مفتوح. طب يا جماعه لما اجي اتناقش مع بعض يعني صح المعسكر مفتوح، طب انت شفت في ال في ال في ال في, ال في المفتوح ده شفت لعيبه المنتخب موجوده؟ شفت حد من الجهاز موجود؟ الاعلاميين دول شافوا حد من الجهاز؟ قال لا. طب ما بتقول كده ليه؟ انا بطلع وبخش وبناكل وبنشرب في جناح منفصل تماما عن الساده الاعلاميين وعن البرنامج بتاعك يا سيف، عن كل حاجه. يعني انا مش هقول برضه مش هقول انت شفتنا يا سيف، انت شفت حد من تقابلت معاهم حد خالص من الحقيقه خالص. ضيوفك وصدقوني يا جماعه انا مش بقول كده اي كلام ولا بقول كده بكذب، انا عمري ما كذبت في حياتي. انا بكلمك بمنتهى صراحه، وكل الشغل اللي كان بيتعمل فيه حقوق بتتباع في كواليس، وانا ده دوري النهارده في الساحه الاداريه في كواليس، في تعاقد مع اتحاد الكوره مع شركه ولا مع برزنتيشن. انا بنفذ التعاقد ده وبنفذه على قناه او سبورت. يعني يمكن في بعض الحاجات ما برفضها وبعض الحاجات طبقا في شغلي وفي صلاحياتي هعملها مش هتنازل عنها. وانا اكيد مش مقبول ابقى المسؤول عن جهاز ولاعيبه هفتح الدنيا كده واحنا عندنا ماتش مهم. هل ده فكر كده؟ هل احنا كده مش قلبنا قوي على البلد ان انا برضه كواحد مسؤول اسيب العمليه كده سايحه كده للعيبه للجهاز؟ هل ده مقبول؟ هل ده الفكر الواحد؟ الحمد لله بقالنا سنه الحمد لله ما حدش اتكلم علينا في اي معسكرات. احنا عملنا 11 ماتش بس 11 ماتش 6 رسمي و5 ودي الحمد لله من نوفمبر 2015 لنوفمبر 2016 سنه كامله اتعمل الحمد لله فيهم شغل كويس، عمل فيه مجهود كامل جدا الحمد لله. في الفتره دي تأهلنا لبطوله افريقيا الحمد لله، داخلين على بطوله افريقيا في الجابون. البطوله دي تبقى لك 3 دورات ما بتروحش وبقى لك 3 دورات بطل، فلما تروح تاني لازم تظهر انك بطل، ولازم تستمر انك بطل. ده في شغل تاني هنشتغل فيه من بكره او من النهارده. انا بدات فيه النهارده على طول للمعسكر بتاعنا على طول للمرحله اللي جايه. فمعلش انا دخلت في موضوعين 3 كده، بس الواحد حابب يطلع اللي جواه. يعني انا كنت اتمنى اللي يقول لي حاجه شافها في المعسكر، شافها في اللعيبه، في اي خروج من اللعيبه، في اي خروج من الجهاز. شاف حاجه يا جماعه؟ ما حدش بيقول لا، بس كان في اعلاميين كتير يا سيدي فضل اعلاميين على راسي من فوق. انا في حته ثانيه منعزله تماما. من اول ما بدا الجماهير تروح الاعلاميين يروحوا انا خلاص انفصلت، وده اتفاقي كان مع الفندق من اول يوم. وعندك برضو مدير الفندق تسالوهم هذا الكلام، تشوف حد من الاعلاميين كان بيتكلم مع اللعيبه، كان في عادات معاهم اللعيبه، ما كانش في ده موجود خالص. فمش عايز اطول عليك يا سيف، لكن حبيت اطلع بس اللي بيتقال في الفتره اللي فاتت يعني. طمنا يا ايهاب بقى، هل